تخيل ان دي يا زميلي الكروي اتحسبت ضربة جزاء لنادي الزمالك وكسب بيها الماتش، وبكده اول 3 بونت غير مستحقين لنادي الزمالك. الاحتواء بدأ بدري بدري، مش كنا مستنيين شوية يعني، قلنا هنصبر شوية. لا ومش يسكت بقى على كده، ابو راس بخاخة ساب الفجر التحكيمي اللي حصل في الماتش وكسبه ماتش، وجاي يقول لك على هدف طاهر محمد طاهر اوفسايد. الاهلي بيكسب بالتحكيم. اقول لك على حاجه، احنا كسبانين كده كده الماتش، بلاها الخامس، مش عايزين الخامس. انت بقى يا حيلتها كسبت بضربه جزاء غير صحيحه، كسبت 3 بونت وبدا الاحتواء. يا نادي اشمعنى يا نادي العيوطه، كل حاجه تعيطوا، اشمعنى عيط، اشمعنى عيط. راح جه النادي الاهلي قال لهم لا بس اقف عندك، معلش احنا هنبداها كده ها، وتيجي تديني جون وتقول لي ما انت بتكسب اهو باخطاء تحكيميه والكلام ده. لا يا باشا معلش معلش، انا عايز رئيس لجنه حكام اجنبي. يوافقوا؟ لا ما يوافقوش طبعا. ليه؟ عشان هم عايزين الكره في مصر تفضل رايحه ما بين فريقين بس. شد شويه مع الاهلي، رخي شويه على الزمالك، ادي الاهلي هوب وادي الزمالك هوب، ادي الزمالك راضي الاهلي. لا، الكرة مش اهلي وزمالك في مصر بس، كرة في انديه كتير قوي يا جماعه. حرام لما فريق زي الزمالك يكسب بخطأ فاجر. ده انت فاجر، احتواء عيني عينك علني. احنا لازم نراضي اللي دايما بيعيط، دايما عامل لنا قلق، دايما عامل لنا مشاكل، دايما يقول لك الاهلي نادي الدوله، دايما يقول لك احنا بنخسر بالتحكيم والظلم ومؤسسات والموضوع عندهم داخل في حاجات كبيره قوي. مبروك للنادي الاهلي فوزه الكلين النضيف جدا جدا على سيراميكا كليوباترا. اقعد عيط يا، عيط يا بتاع الاحتواء.